حقايق صدمتنا في الناس وفي الحياة، احنا معرفناهاش غير بعد فوات الأوان. اكتشفنا ان العدالة مش دايما موجودة، مش كل حد بياخد حقه في الدنيا. في حالات كتير الظلم احيانا بيكسب، بس ده مش معناه ان الحق ملهوش قيمة، ومش معناه انك تتنازل عن حقك. واوعى تكون ظالم، ولازم تعرف ان طريق الشر سهل لكن نهايته عذاب. اكتشفنا كمان ان الحياة اللي احنا عايشينها هنلاقيها ماشية زي الموجة، لا السعادة بتدوم ولا الحزن بيدوم. تلاقي الناس بتموت فجأة، في لحظة ممكن حد يمشي من غير وداع. علشان كده مهم تعيش وتحب وتسامح قبل فوات الأوان. فاوعى تدين حد أو تحاسب حد. ربنا قالك بصريح العبارة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدقوني العمر بيجري وانت مش واخد بالك. فجأة بتلاقي نفسك كبرت، والأيام اللي انت كنت بتقول فيها لسه بدري عدت بسرعة، وانت زي ما انت واقف في مكانك من غير أي نجاح ومن غير أي تغيير. فيا عزيزي، العمر لحظة. اكتشفنا كمان إن النجاح مش دايما بيعتمد على الشطارة. في ناس كتير نجحوا بالحظ وبالعلاقات، وفي ناس تانية موهوبة وذكية لسه ملقوش فرصتهم لحد دلوقتي. وده علشان الزمن اللي احنا موجودين فيه هو زمن المصالح، أو ممكن نسميه كده زمن المجاملات، بإني أضحك في وشك وأطبلك وأخدك على قد عقلك علشان أخد مصلحتي. دي الحقيقة. لكن أنا بحب أنجح بمجهودي وإرادتي وعزيمتي. لا عمري هطبل لحد، هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. عارفة إن ربنا بيكافئ الشخص على حسب تعبه وعمله. احسبها صح وبلاش تكون مطبلاتي. خلي بالك، مش كل الناس طيبة. في ناس كتير شاطرة في لبس الوشوش، وصدقوني مش بيبان عليهم. من طيبتنا بنتصرف بحسن نية، وفي الآخر بنتأذي ونرجع نلعن الطيبة اللي جوانا. لا، خليك طيب. الطيبة نعمة ربنا حطها جوه قلبك، بس خلي بالك اوعى تكون ساذج. خليك حريص. اكتشفنا ان الناس بتنسى بسرعة الحلو اللي عملته. بتنسى انت تعبت قد ايه وضحيت قد ايه. اول ما تغلط غصب عنك يدوسوا عليك ويرموك بالتهم. وعرفنا ان الفلوس مهمة جدا في الزمن اللي احنا عايشينه. فالعلاقات بتتغير بتغيير الأحوال المادية. زمان الدنيا كان فيها بركة وخير، دلوقتي الدنيا ماشية بالرشاوي علشان تقدر تعيش. للأسف ده بيعتمد على النفوس، فقلة الفلوس والفقر بتقلل من قيمتك بعيون الناس. عزيزي، أكيد الفلوس مهمة، بس خلي بالك ربنا هيحاسبك على كل قرش انت جبته وصرفته. فيا عزيزي اللي سمعني دلوقتي، عيش رحلة حياتك رغم الحقايق اللي صدمتك في الناس وفي الحياة. فالحياة بتجري بسرعة ولازم تعيشها بحماس. فاستغل كل لحظة فيها وخليك دايما واعي وذكي وحريص علشان تقدر تتصرف في كل المواقف. أقولك على سر أنا بعمله في حياتي. أنا ماشية بمثل: يا جبل ما يهزك ريح. مهما واجهت من حقايق صعبة مريت بيها في حياتي، فأنا واقفة بكل ثقة وماسكة بعكازي، وهو إيماني وثقتي بربنا. فحفضل طول عمري واقفة ورفع راسي وماسكة في إيد اللي خلقني. صدقوني في اللحظة دي بتبقى أشد وأقوى، ومفيش أي حد أو أي ظروف تقدر تهزمك. فاختار: يا إما تقف في مكانك وتستقبل صدمات الحياة اللي عمرها ما هتخلص، يا إما تتحدى كل الظروف وتدوس على أي مشكلة بالعزيمة والإرادة والنجاح. في أمان الله.